مساء الفل عليكم. عارفين يعني ايه تكسروا نفس حد وتذلوه وتجيبوه الارض؟ ده بالظبط اللي حصل مع الشاب اللي لبسوه لبس واحده ست وهانوه في وسط الشارع. هو احنا بقينا فين؟ هو احنا بجد بقينا فين؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل؟ 9 مسلحين يخشوا بيت ويتهجموا على اصحابه وياخدوا الولد من وسط اهله عشان يلبسوه لبس واحده ست ويهنوه في وسط الشارع، والناس عماله تصور. ده بدل ما يحوشوا، بدل ما يقولوا عيب. لما انتوا النخوه شد حيلها معاكوا قوي كده، ما سيطرتوش على اختكوا ليه؟ ما سيطرتوش على اختكوا ليه؟ ولا حسبتوها بينكوا وبينها وهو يتفضح قدام الناس كلها؟ طب ما فكرتوش واحد زي ده ممكن يتقدم لواحدة تانية ازاي؟ او اي حد، او لو راح يخطب تاني واحدة تانية هترضى بيه ازاي بعد ما تهان وتهزق ولبس لبس واحدة ست في وسط الشارع؟ مين هترضى بيه؟ ربنا ما يحكمش على حد انه نفسه تتكسر، والولد ده يا عيني نفسه اتكسرت. عارفين المثل اللي بيقول لك ما قدرش على كذا هتشطر على كذا؟ هم بالظبط كده. قصه ان هو اللي راح لها وخدها، مفيش الكلام ده. اذا كان هو ما قدرش عليهم لما دخلوا له البيت، هيروح يخطفها من وسط اهلها ولا هيقول لها تعالي لي وهيبقى بالجرأه دي؟ كل التفاصيل بتقول والحكايات كلها بتقول ان البنت ديت كانت مخطوبه لواحد وما بتحبوش، وهي اللي راحت له البيت، راحت للولد اللي بتحبه ده البيت ان هو اتقدم كذا مره وهم رفضوه. واول ما راحت له البيت قال لها تعالي هوديكي عند اختي. هم علموا بالموضوع، بدل ما يجيبوا اختهم يضربوها علقه يربوها، يقولوا لها ما تعمليش كده، ولا حتى يجوزوها له ولا يشوفوا المشكله فين. لا، تعالى احنا بقى نتشطر عليك 9 على 1، خدوه من وسط اهله، تعالى نلبسك واحده ست وتعالى نهينك ونمسح بيك الارض. هو كده يعني. حقيقي ما شفتش جبروت كده. المشهد العظيم ده يا جماعه، الناس اللي بتقول لك في مسلسل، هو كان في مسلسل فعلا، بس ده مش اول مره يتكرر. المشهد ده مش اول مره يتكرر. المشهد ده اتكرر قبل كده على فكره، حقيقي في الشارع. دي مش اول مره. افتكروا كده حادثه زمان حصلت وجابوا برضو راجل ولبسوه لبس واحده ست في وسط الشارع برعايه، المشهد ده كان برعايه الفنان القدير محمد رمضان، والمخرج العظيم محمد سامي، في مسلسل اسمه يا ربي الاسطوره تقريبا، ناصر الدسوقي. ومن ساعتها وهم صفوه نجوم المجتمع عشان الناس بقت تقلدهم. طب استاذ صبري فواز تقريبا كان بيقول طبعا كل حاجه هترموها على الفن عشان الفن الحته المايله. طب ارجع كده زمان، ارجع لورا حضرتك، مش هتلاقي الكلام ده. مش هتلاقي حد يقول الكلام ده، مش هتلاقي حد يعمل كده اصلا، لان الفن ما كانش فيه كده اصلا. كانت كلها حكايات اجتماعيه راقيه بتناقش مشاكل البيت ومشاكل الاسره. دلوقتي احنا ما بنشوفش غير الخيانه، ما بنشوفش غير المخدرات. يجيبوا لك البطل الشعبي طخطخ وخلاص بقى، وان هو اللي عمل اللي ما حدش عمله. هو ده الفن اللي انتوا بتقدموه. وطبعا كله بيجري يقلد. انا مبسوطه طبعا ان الاجهزه الامنيه قبضت على الاشخاص دول، لان اللي عملوه جريمه. اما تكسر نفس حد وتذله اكبر جريمه. صدقوني يمكن القتل اهون، لكن لما اجيبك وهينك علشان اختي جات لك، يعني منتهى التبجح. روحوا سيطروا على اختكم، قولوا لها عيب، قولوا لها ما تروحلهوش. انما احنا نداري اختنا. على فكره انتوا كده فتحتوها اكتر. يعني اكيد الناس اللي حواليكم والمحيطين بكم وكل
اللي عارفين بالموضوع ما عارفين اختكم مين وعارفين انتوا مين، ويعني خلاص اختكم كده اتفضحت اكتر. يعني للاسف انتوا ما لمتوش الموضوع ده، انتوا فضحتوهم اكتر. يعني انا بصراحه قلبا وقالبا مع الشاب ده، بقول له يعني كويس ان هم اتقبض عليهم، وان شاء الله ربنا يجيب لك حقك، لان اللي هم عملوه ده يعني منتهى التبجح وقله الادب بجد.